شباب تالتة اعدادي. دلوقتي هنشتغل الجزء الاول من الدرس الاول من الجغرافيا اللي هو قارات العالم. الدرس ده باذن الله هنشرحه على 3 اجزاء. ده الجزء الاول منه. بنلاقي ان الكرة الارضية مساحتها 510 مليون كيلومتر مربع. المية فيها بتمثل 70.7%، واليابس 29.3%. بالنسبة للأرقام ديت زي المساحة أو النسب زي 70.7% و29.3، مش مطالب منك إن أنت تحفظهم، لأن هم المفترض مش هيجوا في الامتحان. لكن إحنا مع مرور الوقت في شوية أرقام هنحفظها سوا. أنا هبقى محتاجها في حاجات قدام، في دروس قدام هنبقى نعرفها سوا. تعال نروح دلوقتي، بس المهم اليابس ده هيكون عبارة عن ايه؟ اليابس ده هيكون عبارة عن قارات او حاجة تانية اسمها الدول الجزرية. تعال نشوف القارات. القارات عبارة عن قارات العالم القديم اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا، وقارات العالم الحديث اللي هي امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا والقارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم انتاركتيكا. قارات عالم قديم يعني تم معرفتها قديما، ودي اللي كان فيها السكان من الاول. قارات العالم الحديث دي اللي تم اكتشافها حديثا مع الكشوف الجغرافية في العصر الحديث. تعال دلوقتي نشوف تعريف الدول الجزرية. الدول الجزرية هي الدول التي تتكون من عدة جزر أو جزيرة واحدة، أو قد تكون جزء من جزيرة. عدة جزر زي مثلا الجزر البريطانية، أو جزيرة واحدة زي جزيرة مدغشقر. جزر البريطانية دي دولة بتتكون من عدة جزر، أو جزيرة واحدة زي دولة مدغشقر دي موجودة في جزيرة واحدة، أو قد تكون جزء من جزيرة. ده أول تعريف معانا في الجغرافيا. هي الدول التي تتكون من عدة جزر أو جزيرة أو جزء من جزيرة. لازم نحفظ التعريف ده كويس. تعال نشوف القارات. هتلاقي القارات بتتقسم لقارة آسيا، هي أكبر قارات العالم. تانية أفريقيا، التالتة أمريكا الشمالية، بعد كده أمريكا الجنوبية، بعد كده القارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم انتاركتيكا، بعد كده أوروبا، بعد كده استراليا. أول قارة في المساحة هتلاقيها قارة آسيا، وآخر قارة في المساحة هتلاقيها قارة استراليا. هتلاحظ معايا معلومة بسيطة، إن قارة آسيا فيها حرف السين، قارة استراليا فيها حرف السين. دور على قارة تاني فيها حرف السين مش هتلاقي. يبقى قارة آسيا الأكبر، قارة استراليا أصغر قارة. لو بصيت معايا كده لقارة أمريكا الجنوبية، هتلاقي إن هي بتتوسط قارات العالم من حيث المساحة. بمعنى إن أنت لو مشيت القارات من الكبير للصغير هتبقى هي رابع قارة، ولو مشيتها من الصغير للكبير برضه هتبقى هي رابع قارة. فهي تتوسط قارات العالم من حيث المساحة. أكبر محيط هو المحيط الهادي، يليه الأطلنطي، بعد كده الهندي، بعد كده المحيط القطبي الجنوبي، بعد كده المحيط القطبي الشمالي. بص معايا كده على القارة القطبية الجنوبية. القارة القطبية الجنوبية احنا هنقول عليها كلمتين، والكلمتين دول مش هنجيب سيرة القارة دي تاني غير في درس اسمه درس توزيع السكان، وهنقول عليه معلومة هنبقى احنا عارفينها، ان القارة دي اصلا خالية من السكان، ما فيهاش سكان اصلا. طب بقية شغلنا هيبقى على ايه؟ هيبقى على الست قارات اللي هي اسيا وافريقيا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، اوروبا واستراليا، اللي هي القارات اللي فيها سكان. تعال نشوف الكلمتين اللي هنعرفهم عن القارة القطبية الجنوبية الاول. القارة القطبية موجودة في اقصى جنوب الكرة الارضية، يعني عند القطب الجنوبي. يعني دي قارة متجمدة، يعني المفترض ان هي شديدة البرودة، وبالتالي هي غير مأهولة بالسكان، يعني ما فيهاش سكان اصلا. طيب تعال نسأل سؤال كده ممكن يجي لنا في الامتحان. بما تفسر قارة القطبية الجنوبية قارة غير مأهولة بالسكان، ويحط لك علامة استفهام، هتقول له السبب لأنها قارة متجمدة. طب ما النتيجة المترتبة على شدة البرودة في القارة القطبية الجنوبية أو تجمد القارة القطبية الجنوبية؟ هيبقى الرد النتيجة اللي اترتبت غير مأهولة بالسكان، أو أصبحت قارة غير مأهولة بالسكان. طب تعال ناخد سؤال ثالث. ماذا يحدث لو كانت القارة القطبية الجنوبية توجد في العروض المعتدلة، يعني دوائر العرض المعتدلة مش القطبية؟ تصبح قارة مأهولة بالسكان، يعني هيبقى فيها سكان. هي ما فيهاش سكان، بس فيها 4 مراكز أبحاث، باستثناء مراكز بحوث ومناطق مقسمة بين عدة دول بيعملوا أبحاث هناك عن طاقة نووية أو أبحاث فلكية، أبحاث بأشكال مختلفة، أبحاث علمية. الأربع دول دول روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، وإنجلترا.
روسيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وانجلترا. بخصوص الدول دي تعال هديك سؤال دلوقتي صح وغلط. السؤال بيقول توجد 4 مراكز ابحاث في القارة القطبية الجنوبية لأربع دول: روسيا، امريكا، فرنسا، انجلترا. العبارة دي صح ولا غلط؟ فكر كده شوية. العبارة دي غلط. ليه غلط؟ لان قلت امريكا. انا عندي في 2 امريكا، في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية، ودي قارات. لا، انا عايز دولة تبقى الولايات المتحدة الامريكية. وصلت؟ اتفهمت؟ طيب، جينا في امتحان القليوبية من كام سنة، جه ما المقصود بالقارة القطبية الجنوبية. طب ده مستر ملهاش تعريف في الكتاب، اكتب ايه؟ لا، هتكتب اللي انت عارفه عنها. يعني تكتب ان هي قارة تقع في اقصى جنوب الكرة الارضية، متجمدة، غير مأهولة بالسكان باستثناء مراكز الابحاث اللي هي لروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا. تعال نشوف حاجة تانية اسمها الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي هو موقع مكان ما بالنسبة لليابس والماء المحيطين بيه. واحد هيقول لي يا مستر مش ده التعريف اللي موجود في الكتاب. هو تعريف اسهل شوية من اللي موجود في الكتاب، وهو صح برضه. التعريف اللي موجود في الكتاب هو موقع مكان قارة او دولة او غيرها بالنسبة للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات او دول مجاورة. اختار التعريف الاسهل ليك واحفظه. فهو موقع مكان ما بالنسبة لليابس والماء المحيطين بيه، او موقع مكان قارة او دولة او غيرها بالنسبة للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات او دول مجاورة. تعال نحدد مع بعض كده الموقع الجغرافي للقارات. ادي الخريطة معانا، خريطة العالم. بص معايا كده، نحاول نحط الاول 6 حاجات. ايه هم ال6 حاجات اللي هنحطهم؟ القارات. يبقى الاول دي قارة اسيا، جنبها على طول قارة اوروبا، بعد كده امريكا الشمالية. اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. تاني اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا تحت اسيا اهي، افريقيا تحت اوروبا، امريكا الجنوبية تحت امريكا الشمالية. يبقى اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. يبقى انا دلوقتي كل اللي حطيته على خريطة العالم اسماء القارات، ما حطيتش حاجة جديدة. تعال نحط المحيطات. ده المحيط الهادي، من الناحية التانية من الخريطة المحيط الهادي، لان الكرة الارضية لفة. بعد كده المحيط الاطلنطي، المثلث اللي انت شايفه ده دي دولة الهند، يبقى اللي تحتيها ده المحيط الهندي. يبقى انا كل اللي عملته لحد دلوقتي كتبت اسماء القارات: اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. الناحية دي الهادي، الناحية التانية المحيط الهادي. ما بين افريقيا وامريكا، او ما بين اوروبا وامريكا المحيط الاطلنطي. تحت اسيا المحيط الهندي. هتلاقي طبعا فوق خالص هنا المحيط القطبي الشمالي. طيب، لو انا عايز اطلع الموقع الجغرافي دلوقتي لاي قارة من القارات اللي قدامنا، لسه الخريطة فيها حاجات ناقصة. ازاي يا مستر؟ هنضيف 5 حاجات. ال5 حاجات دول في منهم حاجتين قدام. تعرف ايه ده؟ في ناس بتقول تقريبا ان ده البحر المتوسط. صح، يبقى ده البحر المتوسط، دي اول حاجة من ال5. بعد كده البحر الاحمر. تمام. يبقى انا دلوقتي انا اتفقت معاكم ان احنا اول حاجة هنضيف كام حاجة؟ 6، اللي هي اسماء القارات: اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. بعد كده هنضيف 4 محيطات: هادي، اطلنطي، هندي، بعد كده المحيط القطبي الشمالي. بعد كده هنضيف كام حاجة؟ 5 حاجات. اول حاجة ضفناها البحر المتوسط، التانية البحر الاحمر، التالتة بحر ارافورا ما بين استراليا واسيا، بعد كده خليج المكسيك، واخر حاجة البحر الكاريبي. يبقى انا دلوقتي اشتغلت 6 4 5. يعني ايه 6 4 5؟ 6 ال6 قارات: اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. 4 محيطات انا عايزهم: هادي، اطلنطي، هندي، وفوق المحيط القطبي الشمالي. 5 حاجات جداد على الخريطة: البحر المتوسط، البحر الأحمر، بحر أرافورا، خليج المكسيك، والبحر الكاريبي. تعالى دلوقتي انت بالنسبة لك من على الخريطة دي، انت ضفت القارات قديمة بالنسبة لك، المحيطات برضو المحيطات قديمة.
عندك البحر المتوسط والبحر الاحمر قدام مش جداد، هو اللي يعتبر بدأت تحفظه بحر ارافورا، خليج المكسيك، والبحر الكاريبي. عارف الاتجاهات شمال جنوب وشرق وغرب، من هنا تقدر تطلع الموقع الجغرافي لأي قارة. امسك معايا كده امريكا الشمالية. امريكا الشمالية شمالها ايه؟ المحيط القطبي الشمالي. شرقها المحيط الاطلنطي. غربها المحيط الهادي. جنوبها الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. تعال ناخد امريكا الجنوبية. شمالها فوقيها اهو البحر الكاريبي. شرقها المحيط الاطلنطي. غربها المحيط الهادي. تعال امسك افريقيا. شمالها البحر المتوسط. غربها المحيط الاطلنطي. شرقها هتلاقي البحر الاحمر والمحيط الهندي، دول اللي بيغطوا الساحل كله الشرقي، الساحل الشرقي كله. طب يا مستر انا لو جيت في الامتحان ذكرت واحد من الاتنين بس، اجابتك تبقى ناقصة وتنقص درجات. لازم تذكر الاتنين. تمام. تعالى هنا هنتكلم عن قارة استراليا. استراليا شمالها بحر ارافورا. شرقها المحيط الهادي. غربها المحيط الهندي. والمحيط الهندي مكمل تحتها، يبقى جنوبها برضو المحيط الهندي. يبقى اسمعها تاني. استراليا في الشمال بحر ارافورا. الشرق المحيط الهادي. الغرب المحيط الهندي. والجنوب المحيط الهندي. بالنسبة لقارة اسيا، شمالها المحيط القطبي الشمالي. شرقها المحيط الهادي. جنوبها المحيط الهندي. غربها هتلاقي ثلاث حاجات. هتلاقي اوروبا، البحر المتوسط، والبحر الاحمر. يبقى اسيا في الشمال المحيط القطبي الشمالي. في الشرق المحيط الهادي. في الجنوب المحيط الهندي. في الغرب اوروبا، البحر المتوسط، والبحر الاحمر. طيب لو انت محتاج تطلع الموقع الجغرافي لاي قارة من القارات دول في الامتحان، وما كانش جاي لك الخريطة العالم في الامتحان، تعال نشوف هنعمل ايه. تعال تروح لاخر ورقة في كراسة الاجابة وتكتب من فوق كده كلمة مسودة وتبدأ تشتغل زي ما هوريك دلوقتي. تخيل معايا قارات العالم. احنا بدأنا بايه؟ اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. ادي الست قارات. بعدين حطينا الاربع محيطات: محيط الهادي، المحيط الهادي، المحيط الاطلنطي. بعدين هنكتب المحيط الهندي، نعمل حرف السي كده حوالين استراليا، ونكتب المحيط الهندي، وبعدين المحيط القطبي الشمالي. يبقى احنا كده كتبنا الاربع محيطات. طيب تعالى بقى ضفنا خمس حاجات. كان اول حاجة البحر المتوسط، التانية كان البحر الاحمر، بحر ارافورا، خليج المكسيك، والبحر الكاريبي. لو مسكت الشكل ده هتقدر تطلع منه اي موقع جغرافي للقارة اللي انت عايزها. يعني امريكا الشمالية اهو في الشمال المحيط القطبي الشمالي. في الشرق المحيط الاطلنطي. في الغرب الهادي. في الجنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. امريكا الجنوبية شمالها البحر الكاريبي. شرقها المحيط الاطلنطي. غربها المحيط الهادي. قارة اوروبا شمالها المحيط القطبي الشمالي. جنوبها البحر المتوسط. شرقها قارة اسيا. غربها المحيط الاطلنطي. افريقيا في الشمال البحر المتوسط. في الغرب المحيط الاطلنطي. في الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي. تعالى لاستراليا. شمالها بحر ارافورا. شرقها المحيط الهادي. الخط الاسود ده بيعبر عن المحيط الهندي، يبقى غربها المحيط الهندي وجنوبها برضو المحيط الهندي. لو جيت تبص لاسيا شوف شمالها المحيط القطبي الشمالي. شرقها المحيط الهادي. جنوبها المحيط الهندي. غربها اوروبا، البحر المتوسط، والبحر الاحمر. يبقى انت دلوقتي عرفت معايا الموقع الجغرافي للقارات اللي انت هتشتغل عليها اللي هم الست قارات، وازاي تقدر تطلعه بسهولة من غير ما تحفظ كتير، بتقلل على نفسك كمية الحفظ. بكده خلص الجزء الاول وهنبدأ في الجزء الثاني. الجزء الثاني من الدرس الاول قارات العالم. احنا عرفنا الموقع الجغرافي للقارات. تعالى هنبدأ نتكلم عن كل قارة شوية. نبدأ الكلام عن قارة امريكا الشمالية، مفيش معلومات زيادة عليها. لو تتكلم عن قارة امريكا الجنوبية، المعلومة اللي عندك في الكتاب عنها ان هي قارة اشبه للمثلث. ادي ضلع، ادي التاني، ادي التالت. يبقى هي قارة اشبه للمثلث. تعال نشوف الكلام اللي مكتوب عن قارة اسيا.
قارة اسيا هي قارة متحوطة بالمية من 3 اتجاهات. من فوق زي ما احنا حفظنا مع بعض، المحيط القطبي الشمالي، المحيط الهندي، المحيط الهادي. يعني ممكن في الامتحان يجي يسألك يقول لك بما تفسر تعتبر قارة اسيا شبه جزيرة؟ هقول له لانها متحوطة بالمية من 3 اتجاهات. هي اكبر قارة من قارات العالم، وفيها اكبر بحر مغلق اللي هو بحر قزوين. القارة دي فيها جزر واشباه جزر. جزر زي دي جزر اليابان وجزر الفلبين. يبقى القارة دي فيها هي اكبر قارات العالم، متحوطة بالمية من 3 اتجاهات، فيها اكبر بحر مغلق بحر قزوين، فيها جزر زي جزر اليابان وجزر الفلبين. زي ما قلنا فيها جزر فيها اشباه جزر زي شبه الجزيرة العربية هنا، وشبه جزيرة المالايو، وشبه جزيرة المالايو. اتفقنا؟ يبقى القارة دي فيها اكبر بحر مغلق وهي اكبر قارات العالم، يبقى بحر قزوين نشوف مكانه كويس. بعدين هتلاقي جزر اليابان، جزر الفلبين، دي جزر، وطبعا مجموعة الجزر دي اصلا هي اسمها جزر اندونيسيا، وبرضه تابعة لقارة اسيا. تعالى هتلاقي عندي شبه جزيرة زي شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة المالايو. لو هنيجي نتكلم عن قارة افريقيا، هتلاقي ان قارة افريقيا الجزر فيها قليلة. ازاي؟ هتلاقي ان فيها جزر زي جزيرة مدغشقر وجزر القمر وجزر القمر. تعالى كده نسمع الجزر اللي احنا حفظناها: جزر اليابان، الفلبين، مدغشقر، والقمر. اشباه الجزر شبه الجزيرة العربية، شبه جزيرة المالايو. عندي قارة استراليا، هي قارة اصلا بتتكون من مجموعة جزر. اكبر جزيرة هنا اللي هي جزيرة استراليا. عندي جزيرتين هنا، نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية. وعندي جزيرة واحدة هنا اسمها جزيرة تسمانيا، ودول يتحفظوا كويس. يبقى تعالى كده نعد من الاول الجزر: جزر اليابان، الفلبين، جزيرة مدغشقر، جزر القمر، نيوزيلندا الشمالية، نيوزيلندا الجنوبية، وتسمانيا. قارة اوروبا بقى، قارة اوروبا بتتميز بايه؟ بتتميز بتعرج السواحل. يعني ايه تعرج سواحل؟ الساحل واخد الشكل ده، تمام؟ الشكل ده هيوديني لايه؟ هيوديني ان الموج لما بيجي بالمنظر ده. هنا في موج، لو انا عندي سفن وعايز اركن السفن، او اللي هي ترس السفن، فين يعني؟ هركن السفن في الجزء ده ناحية الموج، ولا الجزء اللي جوه ده اللي متداري؟ الجزء ده من المية بيبقى هادي قوي، ما بيبقاش فيه امواج، ويبقى ممكن ان انا اركن فيه السفن. والمكان اللي بتتركن فيه السفن بيبقى اسمه ايه؟ الميناء. يبقى التعرج اللي موجود ده تعرج ربنا اللي خلقه ولا احنا اللي عاملينه؟ ربنا اللي خلقه في القارة، يبقى ده اسمه تعرج طبيعي. يبقى المواني دي يبقى موانئ طبيعية. طب تاني يجي السؤال: ازاي؟ ما النتيجة المترتبة على تعرج سواحل قارة اوروبا وكثرة الجزر؟ هقول له ادى الى انشاء مواني طبيعية. طب بما تفسر وجود موانئ طبيعية في قارة اوروبا؟ هيبقى في سببين: السبب الاول تعرج السواحل، والسبب الثاني كثرة الجزر. تعال نشوف حاجة كمان: القارات دي ايه اللي يفصل ما بينها وما بين بعض، خاصة القارات القريبة من بعض؟ عندي اول حاجة تفصل قارة اسيا عن قارة استراليا، هتلاقيها بحر ارافورا، بيفصل اسيا عن استراليا. طب ما هو ممكن هي مكتوبة في كتاب الوزارة كده: بحر ارافورا يفصل ما بين استراليا وجزر اندونيسيا. طب ما هي جزر اندونيسيا جزء من اسيا، فيبقى بحر ارافورا بيفصل ما بين استراليا واسيا، او يفصل ما بين استراليا وجزر اندونيسيا. طيب ايه اللي يفصل ما بين قارة اسيا وقارة اوروبا؟ هتلاقي جبال الاورال. يبقى جبال الاورال تفصل ما بين قارة اسيا وما بين قارة اوروبا. طب تعال، ايه اللي يفصل ما بين قارة اسيا وافريقيا؟ مين ده؟ لسه حافظينه: البحر الاحمر. وفي حاجة تاني تفصل، مضيق باب المندب، خدنا السنة اللي فاتت، في شبه جزيرة سيناء. يبقى اللي يفصل اسيا عن افريقيا البحر الاحمر ومضيق باب المندب في شبه جزيرة سيناء. طب تعالى، ايه اللي يفصل قارة اوروبا عن قارة افريقيا؟ البحر ده اللي هو البحر المتوسط. وفي مضيق هنا هو مش عليك في المنهج بس بنعرفه على الخريطة: مضيق جبل طارق، طيب وفي نقطة اخيرة: مضيق بيفصل ما بين قارة اسيا
وما بين قارة امريكا الشمالية. هنا برضو المضيق ده مش عليك، بس احنا بنقوله كمعلومة، مضيق اسمه مضيق برينج. تمام، بكده يبقى خلص الجزء الثاني من الدرس الاول بتاع قارات العالم. في الجزء الثالث والاخير من الدرس الاول قارات العالم. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن الموقع الفلكي للقارات. يعني ايه موقع فلكي؟ ده تالت تعريف معانا. احنا خدنا دول جزرية، خدنا موقع جغرافي، خدنا دلوقتي تالت تعريف اللي هو الموقع الفلكي. هو موقع مكان ما بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى تعالى نسمع التعريفات كلها. قلنا الموقع الجغرافي هو موقع مكان ما بالنسبة لليابس والماء المحيطين به. الدول الجزرية هي دول تتكون من عدة جزر أو جزيرة أو جزء من جزيرة. التعريف الثالث الموقع الفلكي هو موقع مكان ما بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. تعال هنبص مع بعض كده. دي قارة آسيا، جنبها أوروبا، أمريكا الشمالية، استراليا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، زي ما عملناها في اللعبة بتاعتنا قبل كده. تعال هنحفظ شوية أرقام كده ومع بعض. قول ورايا وبعدين هتفهم أكتر. 81، 71، 83. تاني 81، 71، 83. تاني 81، 71، 83. عايزك تقول معايا 81، 71، 83. بنبدأ بالرقم الكبير، الناس اللي اتلخبطت. 81، 71، 83. طب تعال نكمل. 44، 34 ونص، 56. تاني 81، 71، 83. 44، 34 ونص، 56. في النص 10، في النص 10. 36 بعد ال 36 37 ونص، 36، 37 ونص، 7 ونص، 12. تعال نعيد تاني الارقام. 81، 71، 83، 44، 34 ونص، 56. في النص 10، 36، 37 ونص، 7 ونص، 12. مع بعض حبايبي كده. بص هتلاقي اي رقم اتكتب فوق اكيد اتجاهه شمال، اي رقم اتكتب تحت اكيد اتجاهه جنوب. 10 بس هنا اللي هتبقى جنوب والباقي شمال. يعني ايه اللي انت عملته ده يا مستر؟ يعني دلوقتي انت حفظت الموقع الفلكي او دوائر العرض بالنسبة لكل القارات في مرة واحدة، في خطوة واحدة. يعني اسيا تمتد من دايرة عرض 81 شمالا ل 10 جنوبا، استراليا من 10 جنوبا ل 44 جنوبا، اوروبا من 71 شمالا ل 36 شمالا، افريقيا من 37 ونص شمالا ل 34 ونص جنوبا، امريكا الشمالية من 83 شمالا ل 7 ونص شمالا، امريكا الجنوبية من 12 شمالا ل 56 جنوبا. اتفقنا كده؟ بالطريقة ديت هتبقى حفظت كل دوائر العرض. انا عايزك تحفظ دوائر العرض كويس عشان هتنفعك في درس الاقاليم المناخية شوية، لكن هي مش هيتسأل عليها في الامتحان. بس احيانا موجهين المواد بيجي ما يسألكش على الرقم، بس يسألك ازاي. يقول لك قارة تمتد مثلا ما بين 81 شمالا ل 10 جنوبا، ويديك كذا اختيار. طبعا الاجابة هتبقى قارة اسيا. هنا الموجه ما سألكش على رقم، هنا سألك على اسم القارة، بس لو انت مش حافظ الرقم مش هتعرف تجاوب. تمام، تعال نكمل. بص كده على الخريطة نفسها. هتلاقي في النص اللي بيمر هنا في جزر اندونيسيا ده خط الاستواء. الارقام تاني 81، 71، 83، 44، 34 ونص، 56. في النص 10، 36، 37 ونص، 7 ونص، 12. اي رقم اتكتب فوق الدايرة دي او فوق الخط ده اكيد اتجاهه شمال، واي رقم اتكتب تحت الدايرة دي اتجاهه جنوب. هنلاقي 10 هي اللي جنوب والباقي شمال. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ افهمك. قارة زي قارة استراليا هي كلها بتقع في نص الكرة الارضية الجنوبي. يعني دايرة 10 جنوبا هي اسمها كده لان هي واقعة جنوب خط الاستواء. موجودة فين بالنسبة لاستراليا؟ هي في شمال استراليا، هي في شمال استراليا، بالرغم ان هي اسمها 10 جنوب. دايرة العرض اللي بتمر هنا جنوب اوروبا اسمها ايه؟
36 شمال، لان القارة كلها في نص الكرة الارضية الشمالي. زي بالظبط دايرة العرض اللي بتمر هنا اسمها 7.5 شمال، اللي هي بتمر جنوب قارة امريكا الشمالية. اتفقنا؟ وضحت؟ وصلت الصورة؟ تمام. تعال نبص على حاجة تاني. ده خط الاستواء، يبقى خط الاستواء بيمر في اسيا، في افريقيا، في امريكا الجنوبية. ما احنا حافظين اسماء القارات. بعد كده مدار السرطان هتلاقيه في اسيا، افريقيا، امريكا الشمالية. مدار الجدي استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. بعد كده الدائرة القطبية الشمالية في اسيا واوروبا وامريكا الشمالية. ممكن اجي اسألك سؤال، اقول لك ايه النتيجة اللي ترتبت على الموقع الفلكي لامريكا الجنوبية؟ الموقع الفلكي هتقول لي يمر فيها خط الاستواء ومدار الجدي. طب ايه النتيجة اللي ترتبت على الموقع الفلكي لاستراليا؟ بيمر فيها مدار الجدي. لافريقيا هتقول لي يمر فيها مدار السرطان، خط الاستواء ومدار الجدي. كده ده لو بالنسبة لدوائر العرض. تعالى بقى نبص لخطوط الطول. خطوط الطول مش هتبقى حفظ، انا هفهمك ازاي تبقى عارفها بالشبه. تعالى نشوف اللعبة بتاعتنا اللي احنا عملناها. اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. الخط اللي هيعدي هنا في اوروبا وافريقيا ده اكيد خط جرينتش. هنكتب الارقام كده بسرعة، انا مش عايزك تحفظها. 170، 26، 66، 25، 10، 168، 178، 113، 51، 17. بعد كده 35، 81. اي رقم اتكتب الناحية دي المفروض شرق، اي رقم اتكتب الناحية دي المفروض غرب. يبقى اي رقم اتكتب الناحية ده اهو غرب، اي رقم اتكتب الناحية دي شرق. ايه ده؟ مفيش حاجة هنا نزلت. ليه مفيش حاجة نزلت؟ لان الرقم هنا غرب. ايه ده ازاي يا مستر؟ مش احنا اتفقنا ان الكرة الارضية لفة؟ تعالى افهمك. خط ده خط جرينتش والرقمه 0. لو انا مشيت كده في الاتجاه بتاع الشرق، كل ما ابعد الارقام تزيد ولا تقل؟ اكيد تزيد. والناحية التانية غرب. تعال نبص. يبقى انا لو مشيت من الصفر ومشيت كده يبقى الرقم تصاعدي، ولو مشيت من الناحية التانية برضو الرقم تصاعدي، لحد ما يوصل ل 180، وهنا لحد ما يوصل ل 180. اخره 180 وهنا اخره 180. تخيل معايا ان الخط اللي ظهر دلوقتي ده رقم 26. طب 26 هيبقى 26 ايه؟ اكيد هيبقى 26 شرق. هنا بدأت قارة اسيا وفضلت القارة مكملة، بس القارة ما خلصتش وخطوط الطول خلصت، فبتبدأ تكمل في الناحية التانية اللي هي ناحية الغرب، لان الكرة الارضية لفة لحد ما وصلت لخط كام؟ 170 غرب. يبقى قارة اسيا مشيت كام خط طول هنا؟ مشيت من اول 180 لحد ال 170، يعني مشيت كام خط؟ 10 خطوط. طب هنا مشيت كام خط؟ مشيت 154 خط. يبقى الاجمالي بتاع خطوط الطول بتاعت اسيا 164 خط. ما ينفعش نجمعهم، لان خط جرينتش ما بيعديش في قارة اسيا. لو كان بيعدي كنا جمعناهم على بعض، لكن هي جزء في الشرق وجزء في الغرب، بس ده بالنسبة لك انت من ظهر الكرة الارضية. يعني خد معلومة كمان، الخط ده هنقول ان هو 10 غرب، يعني تبدأ قارة امريكا الشمالية. بعد كده فضلت القارة ماشية لحد ما وصلت للخط ده اللي هو 168 غرب. يعني الخط ده 168 والخط ده 170. يبقى الفرق ما بينهم زي ما انت شايف من 168 غرب ل 170 غرب، يبقى فرق خطين طول بس. يا رب تكون اتفهمت. طيب تعال نشوف لو جه السؤال مثلا مديك خطوط طول وبيسأل انهي قارة من القارات، وده حصل قبل كده في امتحان القاهرة في سنة من السنين. بص معايا، في قارة اهي الطرفين بتوعها شرق، مش هتلاقي قارة تاني طرفينها شرق، تبقى قارة استراليا. او الرقمين بتوعها معديين ال100. هات قارة تاني الرقمين اللي فيها في خطوط الطول معديين ال100، مش هتلاقي. يبقى لو لقيت الرقمين معديين ال100 او الرقمين اتجاههم شرق، تبقى دي قارة استراليا. طيب تعالى هنا امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية، الرقمين اتجاههم غرب هنا وهنا، او الرقمين بتوع امريكا الشمالية غرب والرقمين بتوع امريكا الجنوبية غرب. بس في حاجة،
امريكا الشمالية في رقم منهم معدي ال100. يبقى لو كتب لك قارة الرقمين اللي فيها غرب بس رقم معدي ال100 تبقى امريكا الشمالية. لو الرقمين غرب ومفيش ارقام معدية ال100 تبقى قارة امريكا الجنوبية. تعال عندي كام قارة فيها شرق وغرب؟ هتلاقي اسيا، اوروبا، افريقيا. الارقام فيها شرق وغرب، بس قارة اسيا برضو فيها رقم معدي ال100، يبقى هي دي. يبقى لو لقيت رقم معدي ال100 والاتجاهين واحد شرق وواحد غرب تبقى قارة اسيا. طب اوروبا وافريقيا احفظ واحدة بينهم. طبعا لو ما جاتش في الامتحان اللي انت حافظها تبقى قارة افريقيا، لان الاتنين فيهم شرق وغرب، والاتنين مفيش ارقام فيهم معدية ال100. وصلت؟ يبقى انت هتاخدها بالشبه. تمام. ولحد هنا خلص الجزء الثالث وخلص الدرس الاول في قارات العالم. نتقابل في درس جديد ان شاء الله.